وقناه الزمالك مش هتقفل، لان قناه الزمالك مالها؟ انت عايز تحاسب بيه بيتكلم. انا اللي كنت بتكلم ليلتين في حب مصر. وعلى فكره انا بس عايز انبه، اللي زعلان هم الخونه والفاسدين واللي ما عجبهمش ان يبقى في 200 مليون مواطن مصري وعربي سواء في مصر او العالم العربي او في اوروبا او في امريكا او استراليا او كندا كانوا قاعدين قدام التلفزيون يسمعوا. فانا لو يعني من كلامي يعني كان في اي تجاوز، انا كنت بتجاوز ضد الارهابيين الخونه اللي كانوا عايزين يعملوا انقلاب يوم 11. فاذا كان الجندي الضابط اللي بينزل من بيته ما اعرفش هيرجع ولا مش هيرجع ويستشهد ليه عشان بلد، طيب اذا كان انه في اي حساب اللي انا ما عنديش مشكله، لان كل اللي قلته عشان بلدي. انا لم اخطئ في حد محترم. كفايه ظلم بقى. الراجل قال لك لم اخطئ في حق اي حد محترم، وكل ده فداك يا مصر يا حبيبتي يا مصر. عزيز المنتقد ما تخرس بقى، ما تخرس بقى يالا ابدا، ما تخرس بقى. الله يخرب بيت ابوك. اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت. اسكت يا ابن الكلب، اسكت. احنا عم نسكت فيك يا اسكت. الله يا همجي، انا جيت وسط همجي ده. برضه هو الراجل دفع له كل دي الفلوس الراجل بيدفعها من جيبه عشان الكلمه اللي اداها لعبد الله السعيد. انت بقى جيت دلوقتي بقى بترفع كمان عليه وتحجز عليه عشان تاخد الفلوس اللي خدها في الفتره اللي هي بتاعت سواء من بيراميدز او من اهلي جده. ده يرضي ربنا؟ وانت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. حق كابتن ابو الدهب. مبادئ النادي الاهلي وقيمه اللي دايما ما فيش مبادئ دي. ممكن اسال كابتن لا استنى، بص دي ما فيهاش مبادئ. بص مبادئ النادي الاهلي انت قلت جاوبت اللي انت عايزه يا كابتن. مضيت في حته. انا ده اللي اعرف مبادئ النادي الاهلي. مضيت في حته اقسم بالله لو انت كل واحد عنده اسلوب في الاداره. النادي الزمالك عنده اسلوب في الاداره والنادي الاهلي عنده اسلوب في الاداره. لا النادي الاهلي طالما مبادئ يبقى المبادئ دي. كابتن ابو الدهب لما انا اللعيب عندي بيحصل الموقف ده معاه ورجعته، هل ده في فكره ان انا اخد حقي كنادي في ان انا احط شروط معينه في ان انا ابيعه او اعرضه للبيع، ده مش متاح ليا وان انا انت في عصر الاحتراف انت متاح تعمل اي حاجه كنادي، لكن في مشكله عبد الله السعيد هو ماضي في حته ثانيه يا فاروق. هي بتختلف لان عبد الله مضى في الزمالك. مضى غلط؟ لا هو ده احتراف. لا يعني مضى في التوقيت اللي هو يحق له ان هو يمضي ولا تيجي تكلموا على كهربا يقول لك يدفع، وكان عندنا فار بدلناه باسد ويهين كهربا وابوه اللي خلفوه. تكلموا على حقك في عبد الله السعيد يقول لك لا 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 انتوا عايزين تدمروا اللاعب ولا ايه؟ بالنسبه لكهربا عادي يعني اللي بيحصل معاه. الاهلي بيدور على حقوقه زي ما وجهه نظركم ان زي بيدور على حقوقه في كهربا، الاهلي بيدور على حقوقه في الاخ عبد الله السعيد. مسا ابراهيم. الاهلي يحاول تدمير مستقبل عبد الله السعيد داخل 39 سنه. انا ما اعرفش ايه المستقبل اللي بعد ال 39 الاهلي بيدمره. يعني ده انت بتلعب وصلت، يعني انت اصبحت واحد من اكبر اللاعبين سنا لا يزالوا يمارسوا كرة القدم بالنظام الاحترافي وعلى اعلى مستوى في هذا السن في تاريخ مصر. مستقبل ايه اللي الاهلي بيدمره لك؟ ده انت الاهلي يعني ساهم في تكوين جسماني ليك وصحي خلاك تلعب بهذه الكفاءة الحقيقة يعني. ولغاية النهاردة لو عبد الله السعيد انضم للمنتخب مش هنندهش من ادائه الحقيقة مع بيراميدز. لغاية ما انت داخل في 39 سنة. هو عبد الله السعيد كام يا جماعة؟ عرفوا لي كام بالظبط؟ 38 39 سنة. فانه مستقبل ده اللي اتدمر. مستقبلك شغال حتى الان وممتد مع بيراميدز يمكن سنه سنتين كمان لغايه 40. كان بياخد مع الاسماعيلي 400,000 جنيه وقفصين مانجا، مع الاهلي 3 مليون جنيه، بقى ياخد 40 مليون جنيه وبيلعب لغايه وعنده 93 سنه وقال لك دمروا مستقبلي، خدوا عمري بس سيبوا حياتي. بيدور على طريقه ينتحر بيها من غير ما يموت. كفايه بقى وجع قلب ووجع دماغ. طبعا النادي الاهلي مثلا انا لعبت النادي الاهلي سنه ونص او سنتين، لازم اطلع. انا النادي الاهلي لما رحت النادي الاهلي اتهاجمت برضه، انا قالوا ان انا زملكاوي. طلعت قلت الاهلي بيكسب بالحكام وجابوا لي فيديو بتاع مش عارف ايه، كنت بلعب بتروجيت وعايز اكسب الاهلي طبيعي، قصه كده. لكن انا طول عمري انا ناشئين النادي الاهلي، انا لعبت في النادي الاهلي وانا عيل 6 7 طول عمرك اهلاوي؟ طول اكيد اهلاوي، مش محتاج اطلع اطبل للنادي الاهلي او اطلع اقول للنادي طب الاهلي. انت لما قلت كده وانت في بتروجيت مثلا كان عندك حاله غضب من النادي الاهلي؟ حسيت ان انا اتظلمت من الحكم. ماتش حصل وبنلعب وحسيت ان الحكم جه علينا، وانا طبيعي ان انا راجل حتى لو انا اهلاوي انا النادي اللي بلعب فيه عايز اكسب. فعادي جدا. فالناس خدوها لي بقى ان انا قلت النادي الاهلي بيكسب بالحكام. هل دي كانت واحده من الاسباب اللي مشيتك من النادي الاهلي؟ انا اول ما رحت انا حصل معايا، انا لقيت ما كان عبد الوهاب الله يرحمه ما كانش فيه رقم فاضي، ما كانش فيه غير 3. الناس نزلوا لي مدرجات قالوا لي عبد الوهاب ما حدش يلبس 3 وبتاع. قلت لهم يا جماعه انا والله مش عايز 3، انا مش لاقي رقم تاني.
والناس مين ما اللي قابلوني، انا كلم- اتقابلت كويس هناك. الجمهور يعني؟ ما اتقابلتش، مع ان كان بركات وابو تريكه وكل الناس الحمد لله في الاول اتكلموا عليه كويس جدا، وقالوا ان شريف صفقه كويسه وان شريف بيلعب كوره من تحت، وبركات طلع اتكلم عليه كويس قوي. وكابتن سيد معوض وكابتن كل الناس يعني كل الناس اتكلمت عليا كويس. وكنت رايح في فتره كان كل الناس يعني شايفين ان انا راجل بلعب كوره من تحت، هبقى اضافه كويسه وكل الكلام ده. بس انا بصراحه النادي الاهلي انا يعني الناس كانت بتقابلني في الشارع متحفزه لي، حتى الاهلاويه. يا عم بلا ضحك بقى، ده عمال تتكلم كانك كنت ده انت كنت جاي الاهلي رجليك الاتنين شمال، مش ناقصه ضحك بقى.